السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أصدقائي ومتابعي قناتي على اليوتيوب، وإن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمين. بعد الإلحاح لبعض المتابعين على إعادة عمل فيديو على فيلم الطليان، لأن الفيديو السابق اللي عملته قبل 4 سنوات حذفته من القناة بالخطأ. فاليوم جئتكم بفيديو جديد، لكن ملاحظة: اللي شاف الفيديو السابق ويشوف الفيديو الجديد راح يلقى اختلاف كبير بالنسبة للبنايات، لأنها خربت ونهبت وهدمت بعض الهياكل منها، وهذا راجع للعوامل الطبيعية وفئة من البشر ربي يهديهم. وبدون إطالة أترككم مع هذه المشاهدة الشيقة، فضلا وليس أمرا. دعم القناة لنستمر ونقدم الأفضل بحول الله. تقع فيرمة الطليان في جنوب شرق مدينة تازولت ولاية باتنا، على مساحة شاسعة من الأراضي الفلاحية بامتياز، وسميت بفيرمة الطليان نسبة للمعمرين الإيطاليين الذين كانوا فيها وقت الاستعمار. وبعض من سكان مدينة تازولت يسموها بفيرمة التوانسة، وذلك نسبة للذين كانوا فيها بعد الاستقلال، وهم في الأصل ليسوا بتوانسة، بل هم من المنطقة هربوا من المستعمر الفرنسي إلى تونس، وبعد الاستقلال عادوا، وهنالك أطلق عليهم اسم التوانسة أو اللاجئين. بنيت فيرمة الطليان بالتقريب سنة 1870، ومن الأرجح أن تكون بنيت من طرف الإخوة لابارير، وهم كذلك إيطاليون الأصل، الذين بنوا قصر دردور سنة 1866 وسجن لومباز. اختصت هذه المزرعة أو الفيرما بمطحنة الحبوب التي يأتوها من كل مكان على غرار زراعة الحبوب مثل القمح والشعير، وكذلك تربية المواشي والدواجن. واختير وضع هذه المطحنة في مكان مناسب ومدروس بالقرب من منبع مائي، هذا المنبع يسمى بعين درين، لأن هذه المطحنة تعمر بقوة الماء، فعملوا قناة حديدية من منبع عين درين إلى المطحنة. كما عملوا هذه الحفر الكبيرة كمخازن للحبوب. رغم قساوة الطبيعة، ظلت هذه الفيرما صامدة وشامخة حوالي قرن ونصف قرن من بنائها، ليأتيها من بعد هذه الشرذمة القليلة من البشر عاثوا فيها الفساد فهدموها وخربوها، ناهيك عن النهب والسرقة.